جميعا الليلة الخضراء قادرين إن شاء الله بإذن الله على الفوز والتأهل للدور مصلحة المنتخب السعودي، الفوز ولا غيره الذي نفكر فيه، لا لأن من يفكر بالتعادل بلا شك أنه سيخسر. أنا متأنس ينقل اتجاه الكرة في وسط الملعب، المحاولة تتخلص، التغطية والتدخل بشكل ممتاز في الكرة الماضية، ولكن الكرة إلى ورين اللي خسرناه 3-2، ولكن ظهر مصعب الجوير في مواجهة البحر الآن عراقية في وسط الملعب، الانطلاقة خلص الكرة من جديد، المحاولة واللمسة إلى وجود خطأ لصالح المنتخب العراقي، خطأ لمصلحة المنتخب العراقي في الكرة الماضية. هذا هو مهند علي الذي يتواجد في خط المنتخب العراقي. لمسة تلعب الآن إلى الأمام، نقلت المحاولة، بدأ المنتخب السعودي الآن يظهر بشكل أفضل لكنها تتخلص، كذلك تغطية موجودة، العويس يخرج ويبعد الكرة الماضية لصالح المنتخب العراقي من الجناح الأيسر، الكرة تتخلص من البليهي، حذاري محاولة والكرة إلى خارج الملعب. ذلك أمر إيجابي جدا ومثالي للأخضر، ولكن حذاري من هذه الكرة، حذاري عدى من البليهي، الكرة تتخلص من أمام المهاجم العراقي في اللقطة الماضية بعد أن تقدم من علي البليهي بكل سرعة، والكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة ذهبت من البليهي إلى خارج أرضية الميدان. شوف المحاولة الماضية، شوف الانطلاقة عن طريق اللاعب مهند علي اللي حاول يعدي ويمر في الكرة الماضية، ولكن بعد ذلك جاء البليهي وخلص الكرة إلى كرة لمصلحة العراق. أكثر من ركنية وأكثر من كرة هوائية كانت للمنتخب العراقي. نشاهد الآن المحاولة تتخلص، التغطية حاضرة بشكل ممتاز، والمحاولة تعدي خطيرة جدا، الكرة الماضية إلى وجود التسلل كان موجود في اللقطة الماضية بالفعل على اللاعب مهند قاسم. تخلصت الكرة إعادة لهذه الكرة، خاطئ من جانب سالم، الكرة والتمريرة تعدي للناحية اليمنى، محاولة موجودة والكرة تتخلص من علي البليهي، تغطية موجودة، خطأ كان موجود جهة اليسرى للمنتخب السعودي، كرات الطويلة التي تأتي دائما خلف الظهير. عراقية للأمام، كرة موجودة لمصلحة، تعود الآن عراقية، نقل اتجاه الكرة إلى الأمام، خطيرة المحاولة من مهند علي، الكرة تتخلص من محمد كنو، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب السعودي، ركلة حرة غير مباشرة ستلعب الآن للأخضر السعودي بعد وجود التسلل في الكرة الماضية. من نقلت الكرة الآن من بايش، المحاولة لصالح المنتخب العراقي للأمام، أمير العماري، خطيرة جدا، الكرة موجودة ولكن التغطية أول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، على أمل أن نلتقي وإياكم إن شاء الله. يا سعودي جينا نكسب هذه المباراة وأن نصل إلى الدور القادم، لأن ذلك هو المهم، هو خطيرة جدا للأخضر، الكرة تتخلص من جديد، تعود المحاولة. الشوط الثاني بدأ وكان أكثر سرعة من الشوط الأول الذي كان بين المنتخبين، الكرة عراقية يا الله، بسرعة أكبر في أرضية الملعب، الكرة مستمرة من جديد، تعود المحاولة لمصلحة المنتخب العراقي، لمسة وتمريرة إلى الجناح اليمين، تعود لمصلحة المنتخب العراقي، خطيرة هذه الكرة، خطيرة والهدف العراقي يسجل، الهدف العراقي يسجل الآن، التعادل لمهند علي، يضع الكرة في المرمى، وبالتالي العراق تسجل في شباك المنتخب السعودي. معلش أهم شيء نكمل على
على نفس الأداء، نكمل على نفس الروح ونهاجم المنتخب العراقي. نسجل الثاني إن شاء الله. مهند علي. شوف هذا الهدف الذي سجل من مهند علي في شباك الحارس محمد العويس، وضع الكرة على المنتخب السعودي. هدف ما له داعي بصراحة، ولكن يحتاج إلى هدفين، لكن ننتبه الآن الكرة. يا سلام يا عويس، كرة سعود، لمسة أمامية تتخلص خاطئة الكرة. الله يا عويس، يا كبير يا عويس، يا كبير، أصفق لك يا عويس، أصفق لك. كلام كبير. الكرة الماضية من جانبي محمد عويس، محمد العويس. شوف الكرة الماضية، خطأ كان من تنبكتي ولكن خطيرة للمنتخب العراقي. العرضية العويس، برافو برافو. ترسل الكرة إلى الأمام من جديد. البليهي بتمرير وبوشل أبعد كورته. لا زالت المحاولة في وصير السعودية. خلاص